Realism bombastic, romantic, fantastic lover. Mr. Lover, lover. I'm Mr. Lover, lover. Mr. Lover, lover. I'm Mr. Lover, lover. Thank you. Mr. Bombastic, Thank you. fantastic. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you, and very nice, and Vokia Sokoto. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عيد المرأة، واليوم مانيش باش نحكي على عيد المرأة. اليوم مانيش باش نحكي على فصلي، أنا نتشابه على عيد المرأة. أنا اليوم عملت خطاب بالذمة ونحب نقولها، نحب يرسلولي رخصة المنفخ. اش بيلي ما عنديش حقوق ياي؟ قولولي عندي حقوق رخصة المنفخ ولا؟ اليوم فقولي رخصة المنفخ، وأنا اليوم جيت نطلب في حقوقي في عيد المرأة. وبربي نحب يوصل صوتي. لا مبروك، تعرفوني ما اسكتش، وتعرفوني زاده نخرج على الصمت ونتقرع وقت اللي نتقرع سياح شاكم خليت وزلت. لا ما عنديش هكا ولا هكا، لا ديراك نصدم ديراك والله. نمشي مصر ما نخافش من حد، والله لا نخاف من حد. لاني مع الجماعة هذوكم، لاني مع الجماعة هذوك عادي. عندي مداد هنا نتبع في الاخبار ونشوف الاخبار وقاعده تحول في مخي ومانيش فاهمه حتى شيء. هاو قالوا سلفي، هاو قالوا علماني، هاو قالوا شيوعي، هاو قالوا من نهضه، هاو قالوا الزام النظام البايد. لا نحب نسال سؤال في النقطه هذه بربي، التوال سوا وين التوال؟ ونورمالمون نقولها من قبل، هذه النقطه هذه نورمالمون نقولها من قبل. ثانيا تونا مبروك 9 شهور تاني، او نهار ختم علي شخطور، او جاتني شخطوره، او قال لي لا تابع الحزب الفلاني، الاخر تابع الحزب الفلاني، او عطاني سقلوات. واحد جايب لي لينات، الاخر جايب لي مصوره حوته، الاخر مصور لي حمامه توالي، والاخر جايب لي نجم. الفايده مش هي هكا، الفايده انكم تعطوني، اعطوني هاتا نقولوكم، هاتا نعطوكم، هاتا ندوكم، وانا هذا كل وانا. لذا اخوتي الكرام، ناي وهالتلفز كل تصور ثبتوا لي رواقكم وركزوا وخدموا التستكون بتاعكم. لذا او فيجب على كن وسنة عن علافي بلا حتى، والله العظيم وكان ما ترشحوليش رخصة المنفخ نايم في المطالب هذه باش ندفي الروح ونعمل ضرب جوا ونشد حانوت العمدة نحرقه. لا مش نحرقه، لا نحرقه، هو نحرقه نعم. باش نقولكم باش نحرق. جبت معاي وانا نقول لكم في التلفزيون قارة فلفل جايب على الاحمر، هو شوي مرة جاي يجيبوا لك احمر ان شاء الله خولك ما تعرف لك ان شاء الله تعرف ايش نعمل بيه. رايت القرن فلفل ناكلني حار يقطع جسمي. باه هذه بالثانويات وكل شيء يربي مطالبي لي على النفخ، واذا كان ما نفختونيش وننفخكم ونزيد ننفخكم ونحطكم كالقارص ونزيد عليكم رقة قارص ونوسعكم رزقكم الله يحارب الرشيد. وآتي نعوزكم للرئاسة غادي ما نحب على المنفخ ياسر الحمص، الله يعزكم غادي. اشومي البلاد باش تضيع بين يدانا، البلاد ما كلها قرب ورد يا ولاد. نعطيكم مهلة، نعطيكم مهلة نزيدكم فتيتة، وبالله اذا كان ضاعت البلاد لا ما يهمني. مبروك نسأل، راني لا نقولها ونزيد نقولها بعد كل شيء. لا ما يهمني في شيء، لا يهمني لا في السياسة ولا في كار ولا في نواش، لا يهمني كان في ضرب تونس، يهمني في تونس، لا تونسية وراسيان. أنا بك شكرا اخواتي واخواتي، ورد بالك من القرن الفلفل المرة الجاية سيادة الشيخ، القرن الفلفل المرة الجاية يجيبوا لك احمر وتعرف ايش نعمل لك بيه. تحية لفيصل الحديري.
مبروكة ظهرت في عيد المرأة، لا يهمها في المساواة ولا في التكامل. باش نكملوا موضوعنا اليوم، باش نحكيوا على اللي صاير في سيدي بوزيد على الخوذة. بعد ما سمعنا السيد نجيب الغربي باش نستقبلوا السيد شكري بالعيد اللي توجهت له الاتهامات. ضيفنا الليلة في لاباس. صحة شريبتك سي شكري. يعطيك الصحة. مرحبا بك، شنو احوالك؟ مرحبا بك سيد شكري بالعيد. الجمهور يحب يسألك؟ لاباس الحمد لله. معناتها يظهر لي احسن فتره ينجم يعيشها حزب هو وقت اللي يبدا متوحد مع احزاب اخرى. دونك نهار لحد اعلنتوا على القوى الديمقراطيه توحدت، خطوه معناتها نجم نقولوا مهمه في رسم الخارطه الحزبيه الجديده في انتخابات اللي هي اكيد مش باش تكون مشتته كما الانتخابات اللي فاتت. 13 حزب 13 حزب وعدد كبير من المستقلين، من الكوادر، من الاطارات في تونس وفي كل الولايات. و13 حزب المره هذه الايجابي انها الجهات بادرت قبل، وبدات سيدي بوزيد جبهه 17 ديسمبر للقوى التقدميه ونسجل على منوالها جبهات وتنسيقيات في اغلب الجهات. صار نقاش على مستوى مركزي، خذا وقته، تحضرت مجموعه من الوثائق، وقع الاعلان عليها نهار الاحد. انت صراع الزعامات معناتها؟ في الاصل ماهوش قضيه صراع زعامات، المساله اعقد من هكا في تقديري. بلادنا ما عندهاش تقاليد نتاع عمل سياسي، راهو عمل حزبي. السياسه اشخاص عندنا ماهيش لا ما عندناش تقاليد نتاع عمل سياسي وعمل حزبي وعمل جبهوي. كنا في العمل السري القمع. ما ينجمش في ظرف قياسي الناس تخرج من حاله لحاله، كانت لابد تاخذ وقتها. الباهي الزمن الثوري ديما يربحنا في الوقت. هذا ربحناه، تجاوزنا. ان شاء الله نكونوا في خدمه شعبنا، وان شاء الله نكونوا في خدمه بلادنا بهالجبهه الكبيره الواسعه الباهيه. نهتني على في خدمه شعبنا. لطف عليك بالتمهيد. فكت دوسيك دوسيك سي شكري يمشي ويكبر. قبل كنا اطراف واطراف واطراف، تو الكلام مباشر. اتهامات مباشره البرشا لليسار، وخاصه انت بالاسم سي شكري بالعيد تحبوا تحرقوا البلاد. اللي خرج التصريحات هذه هو اللي يحب يحرق البلاد. اولا مش جديد، راه بن علي اتهمنا. من نتذكر وزير الاتصال سمير العبيدي وقت اللي في التلفزه في الندوه الصحفيه قال نعرفوهم اقصى اليسار المتطرف، ناقص سمينا بالاسم. هذا في ديسمبر 2010 في حكومه الغنوشي الاولى والثانيه توجهت لنا الاتهامات. كل اللي وقع نسبوه للوطنيين الديمقراطيين وحزب العمال والشخص حمل همامي. رينا نفس الكلام مع الباجي قايد السلسي. المره هذه حمل همامي يطلع براءه. لا مش قضيه يطلع براءه، بالدليل انه وقفوا له مناظرين في سيدي بوزيد كما وقفوا رفاقنا ايضا. شوف المساله مش لهنا، هذوما ناس عوض انهم يواجهوا الحقيقه، يواجهوا المشاكل، يواجهوا انقطاع الماء وانقطاع الكهرباء، يواجهوا الفقر، يواجهوا البطاله المتزايده، يواجهوا التهميش، يواجهوا غياب سياسات حقيقيه، يواجهوا مشاكل نتاع التنميه ونتاع الخدمات نتاع الصحه نتاع موجبات ان نكونوا بشر نعيشوا بشكل يحفظ كرامتنا. عوض يواجهوا هذايا يلوجوا على شماعه راهو الطرف الفلاني والطرف العلاني. هذه حاجه ثانيه، خليني نكون معك واضح. ما ميزنا هو ان نحن ما عندناش دوبل ديسكور، واضحين. التحركات اللي تمت في سيدي بوزيد نحن مشاركين فيها فعاليه ومتبنينها. خلينا نقولها لسعلي العريض، متبنينها لانها مطالبهم شرعيه واشكال نضالهم شرعيه لانها مدنيه سلميه. في كلامي اللي قلته في سيدي بوزيد وقلته قبلها وباش نقوله توا وغدوه، نحن مع اشكال النضال السلمي. وش قلت في الكلام اللي قلته في سيدي بوزيد؟ حذرت الناس قلت لهم ردوا بالكم لا تستدرجكم راي النهضه وحكومه الترويكا تحب تستدرج البلاد العنف، وراهو العنف ما يخدم كان قوى الثوره المضاده وحكومه الالتفاف على الثوره وحكومه النهضه تحديدا. وانا نعطيك حاجه بسيطه، من 14 جانفي الى الان شكون اللي مارس العنف؟ نحن مع التحرك المدني السلمي لانه هو سلاحنا الحقيقي. المشاركه الشعبيه الواسعه هي سلاحنا الحقيقي. سلاحنا الحقيقي انه نحافظ على الطابع المدني الديمقراطي الواسع السلمي للنضالات. هذا واحد. شكان تفاعل الحكومه نتاع سي علي العريض؟ كانت واجهت مظاهره سلميه في سيدي بوزيد بقمع مفتوح بطريقه غريبه وعجيبه،
والحرس تحديدا رغم انه التحرك تم في منطقه تخضع للشرطه وللامن للشرطه. لا الحرس، علاش الحرس؟ اللي كان مطلوب من طرف الاهالي رئيس المنطقه انه مرفوض من طرف الاهالي، مرفوض من طرف اعوان الحرس، مرفوض من طرف رؤساء مراكز الحرس. انا ريته في مكتب وكيل الجمهوريه، وريته كيفاش يتصرف وكيفاش يتكلم بطريقه فجه جدا غريبه جدا، وريته كيفاش تهجم على الاحزاب ويسب فيها بطريقه غريبه. لهنا السيد وزير الداخليه يقول حاجه اخرى، يقول تسكي تحركات اجتماعيه مقبوله، ولكن وقت اللي يقصوا الطرقات، يقصوا الماء على صفاقس، يمنعوا البير باش يخرجوا منه الماء، يتلفوا القنوات والحفلات السياحيه والسيارات الاداريه يوقفوها، لهنا نضطروا باش نشدوا ناس. اما انك تقول لي قنابل مسيله للدموع كما قال رئيس نقابات الامن، قال مش بالنوار نبداو نرميو في النوار، معناتها فما في فنلندا كي يكسروا كياس ولا حاجه شو يعملوا له؟ معناتها بالنوار. دونك لهنا الاختلاف، انت تقول لنا مظاهرات سلميه وهما مارسوا العنف، وهم يقولوا رانا المظاهرات السلميه احترمناها رغم اللي بلا رخصه، ولكن اللي كسر ودمر وعمل حتى ولو يكون من سيدي بوزيد لا يعلو فوق القانون. معناتها يكسر كياس يقص الماء على صفاق صغير، حتى واحد ما يلزم يعلو في القانون. اثنين، راهو هذا اللبس بالكلام هذا يخلق اللبس. تو نحن نحكيو على حاله، نحن نحكيو على اللي تم في سيدي بوزيد، انت تحكي لي على اللي تم في بقعه اخرى. ما يلزمش يسمى اللبس لهنا، على خاطر التعميم هذا هو اللي مخطر. نحن بالمبدا قلناها قبل وكتبناه وحكينا فيه ووضحناه دائما، وتوا قلت لك نحن مع النضالات المدنيه السلميه الجماهيريه الواسعه. اذا نحن ضد العنف وضد تعطيل المرفق العام وضد تعطيل حياه التوانسه. اللي تم في سيدي بوزيد انه مجموعه من شبابها، مجموعه من مناضلينها، من اطاراتها، من كوادرها، من قواها الفعاله، جات وعملت مظاهره احتجاجيه على الترويكا اللي غاديك الوالي اللي هو حزبي ما عنده حتى علاقه بخدمات الوحده، ومعاه رئيس المنطقه تاع الحرس اللي طلع فهمتي ولا ناسي انه حرس، فاذا به فهمتي ولا كانه امن ولا سميته امن النهضه ماهوش الامن الجمهوري، والنيابه العموميه اللي توقف بوها على اخوه وتحيل بوها على اخوه، وهذا تم بشكل مدني سلمي راهو. هذا الاولى. اثنين، اللي تم شنو اليوم؟ ثم هجمه كبيره وحمله نتاع هستيريا وتسيبت عاده في الفيسبوك، راك اطلعت انت خاطر انا الله غالب مشي من مواكب برشا، حرب اخلاقيه وشتم وسب وكلام خايب برشا. تعرف علاش؟ لانه متمسوا في اللحمه الحيه. اللحمه الحيه اليوم بوضوح البلاد تعيش وضع من الاحتقان كبير برشا، المسؤول عليه هي الحكومه هذه دون غيرها. الحكومه اللي بمجيئها انقطع الماء، وبمجيئها انقطع الكهرباء، وبمجيئها تنامت البطاله، وبمجيئها زاد التهميش، وبمجيئها توسع الفقر، وبمجيئها تعمق عزله المناطق الداخليه، وبمجيئها جابوا برشا وعود. لكن كلام الليل مدهون بالزبده. هذه حكومه اللي التو تعاود لنا في خطاب ولوا يزيدوا به في التلفزه بين قوسين يدافعوا على نمط التنميه نتاع بن علي. هذوما تبنوا بالضبط برنامج الموازنه العامه نتاع باجي قيد السدسي، مش اضافوا له نفس البرنامج، اما ب 81 وزير وكاتب دوله مع كثير من قله الخبره والمعرفه والدربه، ما عندهم كان شهاده في السجن فقط. به شهاده في السجن. بالنسبه معناتها لليسار اللي يهيج في الدنيا ويخدم سيدي بوزيد، ماهوش يخدم من اجل سيدي بوزيد. مثلا يقال لك انت وقت اللي كانوا احرار سيدي بوزيد في اعتصام القصبه، انت قلت وقتها للصباح الاسبوعي هذه قوى سياسيه معاديه للديمقراطيه تختفي وراء اعتصام القصبه. هذا مش صحيح الكلام هذا، هذا قلت على هذا القصبه ثلاثه اللي دعت له حركه النهضه وفشل. القصبه الاولى والثانيه انا كنت من احد اهم منظميه. توك عاده القصبه ثلاثه نتاع حركه النهضه اللي فشل ضده لانه راه قوى ثوره المضاده، لانه النهضه حزب ثوره مضاده. يعني تو شنو قلت لك حاجه، هذا موقف من الاول. اما سيدي بوزيد وقت انا نهار 21 ديسمبر 2010 مشيت سيدي بوزيد. القصبه كان فيه من سيدي بوزيد. لا كان فيها سي علي العريض شدار ومتخبي وقت. هذا الوزير وحكومته متواطئه مع الجماعات الارهابيه اللي روعت التوانسه، اللي اعتدت على النساء وعلى الجامعين وعلى المثقفين وعلى الاعلاميين ومع المبدعين وعلى الشباب، هذوكم يطفي عليهم الضوء ويحركهم ينزل بالفلس
يخرجوا ينزل بالفلس يتخباوا. اما الشباب ومثقفين واساتذه معلمين يهبطوا يتظاهروا بشكل سلمي مدني يتقمعوا ويتحاكموا ويحبنا نسكتوا. لا سيدي ماناش باش نسكتوا. معناتها سلمي مدني واحداث عنف في نفس الوقت ما تركبش. ريت اسالوا قولوا اللي حرقوا مقرات الاحزاب ومقرات الاتحاد فينهم. اسالوهم على اللي ضربوا النساء وضربوا الشباب اللي اعتدوا على المسرحيين. هو راهو حتى اسالوهم على اللي هدونا بالقتل وجوههم عريانه ما وقفوا منهم حد وما سالوا منهم حد وما عرفوا الحد. حتى اللي حرقوا مغارات هذا ما لقيناهمش معناتها العنف بربي هكا. فين ما لقيتهم شدوا ناس. ريت ما هو صار يشدوا اللي يحرق النهضه ما يشدوش اللي يحرق الاتحاد. هاونوا اللي حرقوا في جندوبه وحرقوا في العديد من المناطق ما شدهم حتى حد ومش بيشدهم حتى حد. كيف باش تتعامل مع الاتهامات المباشره؟ مع ليش اتهامات هذه ما تهمني حتى حد. لا اتهام سياسي هذا. لا نحكي لك اللي في تصريحات وزير الداخليه معناتها ماهيش اتهامات لي. انا مشيت لسيدي بوزيد وباش نرجع. هذاك واجبي الوطني. انا مشيت باعتباري محامي باش ندافع على الناس ومشيت باعتبار رجل سياسه. دوري كمسؤول سياسي نمشي للناس ونشوفهم مشاكلهم ونتناقش معاهم ونتحاور معاهم ونلقى الحلول. ودوري اني نأطرهم ودوري اني نعبئهم ودوري اني تعبئهم. نعبئهم. لا مش نهيجهم نعبئهم باش نشركهم في النضال. هذا حقي ماشي تهمه راهو ماشي تهمه. ولكن هما احتجوا مش لاسباب سياسيه احتجوا لبعض المطالب انت تحب تسيسها تهزها اليسار. ريت وليتوا السياسه كانها تهمه اللي تتنفس فيه انت سياسه وحضورنا الان سياسه. لا معناتها واحد فادد من وضع مش بالضروره سياسه بك سياسه فادد من الوضع سياسه. وقت اللي نجي نشوفوا شنو طلبوا هما. عندهم مطالب القديمه وزادوا عليها مطالب رفضهم للاعتقالات اللي شملت برشا شباب وطلبهم انه التعيينات الحزبيه اللي عملتها النهضه جابت والي من جماعتها وجابت مسؤولين من جماعتها واللي هما لا كفاءة لهم. طالبوهم يحبوا عدم تعيينات حزبيه. هذا يروا سياسه. انا مشيت وحقي نمشي والله باش نمشي. اسمعني كمل باش نمشي. انا نهار الثلاث باش نكون غادي. النهار الثلاث باش نكون معاهم غاديك. بالله شنو هذاك دوري وحقي اللي باش تشدها خليه يعرفوها. اما ايش نقول لك تو انه شاب ما نظنوش معناتها ولا صعب انه شاب من سيدي بوزيد يا خويا يحتج قعد بطال يحتج على الميقص مش يحتج على تعيين والي معناتها شيء بطال. هذايا السنقاص اسمع لا ما يهموش معناتها مش اولويه مش ما يفهمش في السياسه. لا قد يكون تعرض لغسيل دماغي يساري معناتها. هذا كلام فيه امتهان للذكاء التوانسه. بربي نحوه لا من فضلك ما قلتلكش ما يفهمش ماهيش اولويه. خليكم هكا تعالي تكلموا في الناس من السابعه هما ما يفهموش وراو محدودين. لا سيدي التونسي هبط قال ديجاج بن علي قالوا خبز وماء وبن علي لا. فوالا كان ما قالوش بن علي حزب واحد. قالوا خبز وماء وبن علي لا. يعني نحن رافضين للديكتاتوريه نحبوا كرامتنا كي رفعوا شعار كرامه الوطنيه والحريه. هذه مبادئ كونيه عظمى مش تفدليكا. اليوم الشباب اللي خرجوا شكون قالك مش مسيسين؟ اللي خرجوا مسيسين في سيدي بوزيد. سيدي بوزيد فيها عدد ضخم نتاع بطاله خريجي جامعات. راهو نحن ازاء مش مع عنده نخب نتاعو وعنده مثقفيه ومبدعيه وفنانيه ومسرحيه وعنده شبيبته اللي تفهم عنده نساه ورجاله اللي مخخم محلوله واللي دقيقه عنده اصحاب موقف. شكري بالعيد هز الثنيه في بيست اخر انت. اما انا قلت انا بيست انت بيست عايز ورينا انت البيست انت رديتنا نتاع ما يهمهمش في الوالي لا ينتمي لاي حزب مش لانه ما يفهموش في الاحزاب لانه اعطيني والي يلقى لي خدمه والي حسن لي ظروف والي يحط لي يرجع لي الماء ما يهمنيش فيه نهضاوي ولا بيان سور كان يكون كفاءة ما يهمناش فينا. فوالا هذاك شنو قلت لك انا هو محتاج ما يفهموش في السياسه. هو محتاجوا لانه واللي غير كفو وتسيست معناتها تسيست اسقاط الحكومه معناتها يتهموكم انكم تنقزوا على اي فرصه حتى من الحبه تردوها قبه. المهم الحكومه تترجم. شو سي علي العريض وسي رفيق بوشلاكه قالوا لي انا وراء الاحداث هذه. هذا شرف لا داعي. أنا ماذا بيا كان نجم أنا نحرك سيدي بوزيد ونحركها ماذا بيا. أما هذا شرف لا داعي. اثنين سيدي بوزيد وقصرين وقفصة وسوسة والمسير وصفاقس وغيرها هذوما راهو فيها ناس. يا ولادي يفيقوا لازم يفيقوا منهم. راهي البلاد عندها نساها ورجالها عندها قواها وعندها شبابها وعندها ولا قبل في الإطاحة بن علي والله يبهن برشا. أما بعد كي يقفوا ضد مربع الاستبداد اللي قاعد يرجع ضد حكومة الفشل الحالي تولي فهمتي والله يصطادونا في الملعكر. لاحظتش حاجة نفس الكلام نتاع رفيق بالحاج قاسم. أنا نسمع في علي العريض في التلفزة في شارة الأنباء والله نفس الكلام. هكا الملثمين والأقلية تصطاد في الملعكر نقص كان باش يقول لك لما عبد الوهاب عبد الله غيرين منا. يعني عيب
عيب يخرج من بيرو يمشي للناس ينساو لي جارد كور اللي معاهم كلهم يمشيوا بلي جارد كور. انا نمشي ما عنديش جارد كورات ولي نحوس فيه. كي تولي وزير تولي جارد كور. لا كلهم ولوا اسرى بيرواتهم واسرى جارد كوراتهم. نمشي نحكي مع التوانسه. سي شكري هذه معناتها نوع من هكا اللعب على المشاعر. وزير رمز الدوله ذاك يمشي بجارد كور على هو لطفي العبد الله حاوس بجارد كور اليوم مش يجي وزير ما يحاوسش بجارد كور. الاعتداء معناتها انت كيفاش من حزب وتعمل خطاب في اتحاد الشغل، هذا معناتها يدل انه مؤامره بينك وبين اتحاد الشغل لتوتير الاجواء. كيفاش معناتها هذا خرق قانوني واضح معناتها؟ اولا مش خرق قانوني، ما ثم حتى نص قانوني يمنع، لكن اللي تم هو التالي. هذا كلام مش صحيح. انا راني ولد الاتحاد عام تونس الشغل. لا ايش اسمعني مثال. ولد انا محامي حزب. انا محامي مشيت للاتحاد الصباح نهار وعلمتهم نلقاهم في اجتماع، قلت لهم راني تو باش نمشي بحث السيد وكيل الجمهوريه، ومشاو معايا 3 محامين زملائي من سيدي بوزيد. مشينا بحث السيد وكيل الجمهوريه، نلقى رئيس منطقه الحرس اللي مرفوض، وقالوا لي راهو تنحى بعثوه لبقعه اخرى اللي باش تنكب به، نقلوهم بقعه باش تنكب به. مشيت حكيت مع السيد وكيل الجمهوريه ومشينا رجعنا باش يعطينا الاعلام للنقابين، قلنا لهم راهو هاوش وقع كذا. هذا اولا. فقالوا راهو شكري بالعيد مشاو فرض اضراب العام الجهوي. ايضا هذا شرف لا تدعيه، هو اتحاد مستقل، والاتحاد اهم قوه في البلاد. احكي لي على ما نجمش راني جاي ما نجمش انا لم اتحدث عن اضراب اصلا. لا حكيت على اسقاط الحكومه. انا جايك مو بشويه عاد. وانا عملت خطاب بعدها مش كان هذاك، ومشيت عملت اجتماع حزبي خاص بيا. اسمعني عاد اسمعني. ومشيت عملت خطاب واجتماع حزبي باش اخترنا نوابنا للمؤتمر نتاعنا، ومشيت قبلت وعملت اجتماع كبير بمناضليه جبت 17 ديسمبر للقوى التقدميه بسيدي بوزيد، وقلنا راهي المرحله مرحله موجه ثوريه ثانيه قاعده تتشكل ملامحها في البلاد. باش نسألك وجاوبني بالاغاني سيد شكري بالعيد، شنو تقول للاسلاميين اللي دفعت عليهم قبل في المحاكم بالموسيقى؟ هل تقول لهم كما قال عبد الحليم حافظ ماك تعرف اللي ضرب شيخ عبد الفتاح مورو شيخ عبد الفتاح دافع عليه في المحكمه به، والا تقول لهم كما قال عاصي الحلاني يا ناكر المعروف ويا ويلي يا ناكر المعروف. شو تقول لهم؟ انا نقول لهم قمت بواجبي، ولو يعاد السيناريو سأعيد الترافع والدفاع عنهم، وهما كيفاش يكونوا هما كيفاش يختاروا. واضح. شنو تقول لليسار؟ هل تقول لهم كما قالت وردة خسارة وألف خسارة خسارة، وإلا تقول لهم كما قال جورج وسوف كلام الناس لا بيقدم ولا يأخر، وكلام علي العرايض لا يقدم لا يأخر. هي مشكلة من الناس، يهمنا كلام الناس، أما ما يهمناش كلام خصومنا برشا. اليسار عليه يتحد ويسمع كلام الناس. واضح. تو انت سيد شكري بالعيد نسألك سؤال استباقي، تو انت معناتها نشوفوا فيك في الميدان وهكا ومع الجمهور ومع الواحد كذا، لماذا هل عندك امل بالاتحاد هذا اليساري انها تترجم الى قوه انتخابيه؟ نحن عاملين جبهه سياسيه انتخابيه باش ندخلوا انتخابات تحت العنوان هذايا، و13 حزب وينجم يكونوا اكثر في المستقبل. شنو امل؟ كل الامل، لانه عندنا ثقه في شعبنا في انه يختارنا أو يختار القيم والبرنامج. نحن حاجتنا بالبرنامج هذا التقدم النير المنحاز للحرية والكرامة وللتقدم، اللي يدافع على العدالة الاجتماعية، اللي يدافع على منظومة قيم حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية، اللي يقوم على المواطنة وعلى شراكة حقيقية، اللي يقوم على المساواة، اللي يخلي تونس مشرقة في محيطها ومتجذرة في محيطها. هذايا اللي ينجزوا سنقبل جبينه. اليسار علاش ما انضميتوش لنداء تونس؟ هل لانه السيد باجي قايد سبسي ما عندوش لاغب؟ وهذه مبدا من مبادئ اليسار. اسمعني، ما انضميناش لنداء تونس لسبب بسيط بالكل، هو انه اختلاف في البرامج وفي المحتويات وفي الخيارات الكبرى. السيد باجي قايد السبسي ونداء تونس هذا حزب في تقديرنا
حزب يميني ليبرالي، ونحن اليسار نقوموا على برنامج ورؤيه وتصور اخر مغاير. ما عادش يميني راهو توا ليبرالي، ما عادش معناها. انت قيمت هذا وجهه نظر. أي. وجهه نظر، نحن ما عندناش نفس وجهه نظر. نحن شوف كيفاش نقبل بتقديرك، اقبل بتقديرنا الاشياء ما يسالش. واضح. اي لا انا معناتها عطيت راي زاد، معناتها النقاش اخذ وعطاء، وهو وجهه نظر محترمه. واضح. معناتها في الاستنتاج راجع لسيدي بوزيد. يوم الثلاثاء ساكون في سيدي بوزيد. فوالا، يعني ما ترتاح لما تطيح الحكومه. لا مش قضيه لما ترتاح، انا ما نرتاح الا ما المسار الثوري يحقق اهداف هذا الشعب على يد كائن من يكون. المهم البرنامج نشوفوه افق جديد للبلاد. تونس اخرى ممكنه، تونس ايجابيه وتونس متضامنه وتونس متسامحه، لكن تونس نيره وتحرريه وتقدميه ومتجذره في محيطها. اما نرجع اليوم نناقشوا في اللي اعتقدنا انه تحسم. اليوم الجماعه يناقشوا في بيعان قطاعات استراتيجيه، وجماعه يحبوا يبيعوا الاراضي للاجانب اللي هو نوع من انواع الاستعمار. وراهو هذه مسألة ما فيهاش فصال، هاو يسمعوا باش يسمعوا. راهو هذايا بيعان البلاد ونحن نرفضوه. هذا كلام طبيعي، معناتها ماهوش ما عليهوش خلاف، لانه برنامجكم اليساريين في حين وهم يحبوا يبيعوا البلاد. هو برنامجهم بيعان البلاد. لا اسمه بيعان البلاد، فما اللي يقول لك جلب الاستثمارات كما عامله المغرب وتبيع اراضي. الاراضي هكا وجهه نظر اقتصاديه مش يعني نعملوا يلزمنا نعملوا جلاء اخر. لا مش عندك انت جلاء معناتها. راهو اللي يملك هو اللي في له القرار. وقت اللي تبدا ثروات البلاد مسيطرين على الاخر باش يقرر ويفوضوا لك على ستاج وعلى سراورتان وعلى سوناد ازمه المياه هذه ليس هكذا. اللي يملك الاراضي واللي يملك لك الشركات العموميه كبيره ويحبوا يبيعوا لك استنى ما ويحبوا يبيعوا لك بالعاني قصد ما نقولش بالعاني ما ثم سياسه منهجيه الابراز الشركات الكبرى والقطاع العام افشلوا وباش يقع بالعاني قصوا الماء. علاش ما لك انت تستنتج؟ انت قلتها بالعربيه قلت انا بالدارجه. يستنتج. شوف معي حسب سيد شكري بالعيد الدوله قصت الماء باش تبيع على السنه. شوف معي انت قلت هذا ما قلتوش انا. انا كي نحب نقولوا بشكل واضح. ما عندكش ادله تلقاك. اسمعني اليوم اللي يملك الفلوس واللي يملك الاقتصاد والقطاعات الاستراتيجيه هو اللي يملك القرار. كان التوانسه يملكوا ثروتهم، راهو قرارهم بيديهم. وكان القطريين وغيرهم والامريكان وغيرهم يملكوا لهنا ثرواتنا وقطاعاتنا، هم السادة القرار. ولذلك نحن الحكومة هذه قلنا حكومة الالتفاف على الثورة والولاء للأجنبي. ونحن نحب الولاء لتونس ولعالمها ولترابها ولسماها والماها ولسكانها والعمالها والفلاحينها والشبابها والطلابها والمعطلينها وكل ذرة رمل فيها. واضح. سيد شكري بالعيد، شكرا لك، نورتنا ليلة في لاباس. يعطيك الصحة. صحة. لاباس متواصلة، نرجع لكم بعد الفاصل.